عايزك تقول لي اكتر موقف اوفر. كنت في الساحل بعد مسلسل كانه امبارح، الناس كلها كانت عرفت ان انا حازم ايهاب، وانا كنت لسه صغير برضه في السن. الفكره ان انا كنت في الساحل، ففي لسان كده واخد حته كبيره كده من البحر لجوه يعني. زمان العوم مش اقوى حاجه يعني، ففضلت ماشي كده على البتاع. فانا كان اول يوم ليا في الساحل، ريكوجنيشن بقى رهيب، وايه ده مش عارف ايه، ونتصور وبتاع. وانا كنت عايز اخد صوره شكلها صايعه جدا، فرحت واقف على السور الخشب بتاع اللسان ده، ورحت رافع ايدي كده وبتاع، وعايز اخد صوره حلوه كده. ففجاه الناس اللي تحت في الميه والناس اللي فوق على اللسان زعيق بقى، حازم هينط اهو وبتاع. اكسف الناس، رد عليا، اكسف الناس. رحت هوب ماسك مناخيري ورحت نط. بصيت في حواليا كده وبتاع، الموضوع في الناس الخض، بس رحت طالع بقى بتاع، والناس كلها تسقيف، والولد ده روش جدا وخطير جدا اوفر بقى. بصيت لقيت مثلا ما بيني وما بين الشط زي ما بيني وما بين العواميد السوداء اللي هناك. فقلت انا هعمل ايه؟ هديها غطس اعوم، ايا كان بقى العوم ده سليم ولا مش سليم، وان شاء الله باذن الله عقبال ما اتعب هحس بالارض تحتيه، على الاقل اكون قربت من الشط يعني. نزلت دماغي يمين شمال يمين شمال يمين شمال، جسمي ابتدى يوجعني، كملت يمين شمال يمين شمال، رجليا ابتدت تقفش، كملت يمين شمال يمين شمال. رحت طالع بقى واخد نفس مايكل فيليبس فاهمه، ومكمل. بطلع دماغي لقيت نفسي بقيت وراه هنا. انا ماشي جنب العواميد اللي شايله اللسان ده، ففي دوامه. فالاوفر بقى فين؟ ان انا الموضوع اتقلب من الحقوني بموت. العواميد كبيره جدا، اللي انا لو مسكت فيها بس شبه توم اند جيري زمان كده، ومش عارف امسك فيها اصلا، مش هعرف اعمل كده، لو اخطبوط مش عارف الفها. رحت الدوامه سحباني، رحت لازق في العمود اغمى عليا. بس صحيت بقى على المشهد بتاع نص دايره ده، اللي هو لا اله الا الله، هو ده مات يا جماعه ولا هو كويس، عارف الحاجات دي. بس ومن ساعتها يا باشا وانا عندي فوبيا من الميه اصلا.